السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي نعمل مع بعض صينيه رز معمر حلوه قوي وسهله كده، وهنعملها بطريقه بسيطه خالص. وطبعا للناس اللي مش بيظبط معاها الرز المعمر، احنا جايين كده نقولك على طريقه حلوه قوي هتظبط معاكي وهتبقي محترفه في عمايل الرز المعمر، وهيديكي نتيجه حلوه جدا من اول مره. خليكي معايا كده لاخر الفيديو عشان تشوفي الطريقه. اول حاجه كده هنقول بسم الله، وهنجيب معانا 5 كوبايات من الرز. طبعا بنكون غاسلين الرز كويس جدا ومصفيينه كويس جدا، ومن نفس كوبايه الرز اللي انت معايره بيها الرز بتعايري بيها 5 كوبايات من اللبن. بنفس الكوبايه يا جماعه، بتعايري 5 كوبايات من اللبن. طبعا هنا علشان نظبط بقى المعادله بتاعه الرز واللبن، بنحط عليهم نص كوبايه من الميه. دي مهمة جدا جدا، دي اللي بتظبط لك المعادلة بتاعة الرز المعمر. طبعا بنحط كله مع بعضه كده وبنقلبه كويس جدا، وبننزل عليهم بمعلقة كبيرة من الملح. طبعا وبنقلب برضو كل ده مع بعضه كده كويس جدا. صلوا على النبي يا جماعة عليه أفضل الصلاة والسلام. وزي ما انت شايفة كده بنقلبهم كويس جدا لحد ما الملح يدوب مع اللبن. اهو زي ما انت شايفه كده بنكون طبعا احنا مجهزين 3 معالق كبار من وش اللبن او القشطه لو متوفر عندك. طبعا الرز المعمر بيبقى حلاوته في ان هو بيبقى دسم شويه، يعني هو دي حلاوته، ان هو بيبقى كده بتحطي له وش لبن، بتحطي له قشطه، سمنه بلدي، زبده، عارفين هي دي بتبقى حلاوه الرز المعمر. بيديكي نتيجه حلوه قوي كمان، لما كل ما بتخدميه كده بيديكي نتيجه حلوه قوي. فهنا انا كان عندي 3 معالق كبار كده من وش اللبن حطيتهم عليه، وبحاول بقى كده اقلبهم مع بعض. خلاص كده هو بقى جاهز كده ان هو يخش الفرن. طبعا بتسيبي معدل 10 دقايق كده على بال ما بتسخني الفرن بتاعك، وبعد كده بتدخليه الفرن على طول. هنا بقى طبعا وهو في الفرن انتي ما بتحطيش عليه الزبده او السمنه بتاعتك خالص غير لما بيطلع من الفرن. طبعا بتكوني انتي مسيحه 3 معالق كبار كده من السمنه البلدي او السمنه العاديه او الزبده اللي متوفر عندك، وبتبداي كده تطلعيه من الفرن، وبتعملي له كده فتحات في الصينيه زي ما انت شايفه كده، بنعمل لها فتحات كده عشان ننزل عليها بالسمنه اللي احنا سيحناها، عشان تخش جوه الرز المعمر. زي ما انت شايفه كده احنا خلاص عملنا الفتحات، هنبدا بقى ننزل بكميه السمنه اللي احنا سيحناها اهو. عايزه اقولك الخطوه دي مهمه جدا جدا يا جماعه، جدا، من الخطوات برضو اللي بتنجح معاكي الرز المعمر. الخطوه دي مهمه جدا، ان انت ما تحطيش معاه السمنه وهو في الفرن، لا، بعد ما يستوي خلاص ويبقى بالمنظر اللي انت شايفاه ده، بتسيحي السمنه بقى وبتنزلي عليها منه. على فكره المعلومه دي انا واخداها من واحده يعني بتاعه اللبن ذات نفسها، هي اللي قالت لي على المعلومه دي. المعلومه دي مهمه جدا. بعد كده بقى طبعا انت لما بتنزلي كل كميه السمنه بتاعتك كلها بتنزليها كده على الرز المعمر. هنرده الفرن تاني، يعني احنا هندخله الفرن تاني، وهنغطيه وهنسيبه بمعدل برضو في الفرن بمعدل ربع ساعة، علشان كده الزبدة او السمنة بتاعتك كده تتشرب في الرز ويندمجوا مع بعض كده، ويديكي بقى الطعم الجميل بقى اللي انتي هتشوفي شكله بقى في اخر الفيديو. هنا خلاص كده انا كنت خلاص حطيت السمنه كلها، انا بس بحاول اوزع كميه السمنه كلها في كل مكان، مش عايز اسيب مكان مش حاطه فيه سمنه. بعد كده بقى خلاص كده هنا انا كنت طلعته من الفرن خلاص، يعني انا دخلته بقى الفرن وغطيته كده بغطا ودخلته الفرن، وبعد كده انا طلعته. دي نتيجته بقى بعد ما طلع من الفرن. عايزه اقولك بقى بصي حاجه كده جميله 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 جميله، احلى صينيه رز معمر هتعمليها والله بنفس الطريقه دي. جربي الطريقه دي وجربي الوصفه دي، هتعجبك جدا جدا جدا. وبصي وهتنجح معاكي من اول مره. يعني بصي انا يعني بجد حاجه كده انت هتشكريني، يعني والله بجد، يعني انا نفسي كل اللي يشوف الفيديو يجرب الطريقه دي ويقول لي في الكومنتات طلعت معايا عامله ازاي. بجد والله انا الطريقه دي انا بعملها بقالي سنين، وبصي ناجحه بطريقه حلوه جدا، وكل اللي حد بيسالني انا بوصف له الطريقه دي لانها ناجحه جدا جدا ومن اول مره.
بصي بقى شكل الرز كده وانتي بتغرفيه عامل ازاي. اولا مش معجن خالص. بصي اللبن بتاعه مظبوط، الميه بتاعته مظبوطه، كل حاجه فيه مظبوطه، مفرفر جدا وبيلمع طبعا ومظبوط وطالع ريحته وطعمه حلوه جدا، لان كل المقادير بتاعته مظبوطه جدا جدا. فعايزه اقولك اعتمدي طريقه الرز المعمر دي، وبجد انت هتبقي محترفه في عمايل الرز المعمر. طبعا مش هنسى اقول لكم بقى طبعا فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وعشان يوصلكم كل جديد احنا بنقدمه. ويا رب كده الفيديوهات اللي احنا بنقدمها لكم تكونوا بتستفادوا منها وتكون بتعجبكم كمان. ومستنيه بقى تعليقاتكم الجميله اللي انا بجد بحبها كلها وبرد عليها، ولايكاتكم كمان للفيديو، والاشتراك في القناة طبعا ده اهم حاجة عشان نفسي القناة تكبر بيكم كده يا رب. وان شاء الله كده اشوفكم في فيديوهات تانية كتير ان شاء الله يا رب على خير. ويا رب كده الفيديو بتاع النهاردة يكون خفيف وتكونوا كمان استفدتوا منه، يكون عجبكم. وده الشكل النهائي بتاع الرز المعمر بتاع النهاردة، حلو جدا. بصي عايز يتاكل لوحده، مش عايز جنبيه حاجة خالص، من جماله ومن طعمه مش محتاج حاجة جنبيه خالص. جربي الطريقة وجربي الوصفة هتعجبك قوي.